ونروح بقى للمركز الثاني لأكتر فيلم غريب ومجنون في 2022، Everything Everywhere All at Once. فيلم غريب وعجيب ومعقد ومقرف كمان. مقرف من ناحية إن فيه مناظر مقززة وأكشن على كوميديا على مقاسي على شوية رعب، في أي حاجة تخطر على بالك. وبالرغم إن الفيلم عرض في مارس وقت ما كان فيلم سبايدر مان نو واي هوم كان لسه في السينما، ده لفت الانتباه أكتر لأن الفيلم قدم فكرة العوالم الموازية بصورة أفضل، مع إن الفيلم ده ميزانيته قرب 25 مليون، رقم تافه مقارنة بأفلام مارفل، وعمل إيرادات قرب 100 مليون. ده غير كمان الأخوين روسو اشتغلوا على الفيلم ده اللي هم أصلا كانوا شغالين بشكل أساسي على أفلام مارفل، وعلشان كده اللي شاف الفيلم ده هيحس إنه شبه أفلام مارفل شوية. والفيلم من غير سوبر هيروز، هي ست عجوزة اللي هتنقذ العالم ده عن طريق الاستعانة بنسخة من العوالم التانية. والست دي مهاجرة صينية أصلا، عايشة مع جوزها وبنتها وبيديروا مغسلة كده في أمريكا، وهتقع في مشكلة مع الضرايب وحوارات، وفجأة كده تلاقي الراجل ده اللي بيقول لها انت في خطر ويلبسها السماعة اللي على دماغها، ومن ساعتها وصاحبتنا تايهة في ملكوت الله. كل ده بيتعرض بأسلوب كوميدي جدا وسريع، بحيث انك لازم تشغل دماغك قوي علشان تواكب الأحداث السريعة، لأن سرعة الأحداث مع العوالم الموازية والشخصيات هيعقد لك الدنيا. ده غير هتشوف حاجات عجيبة وغريبة ومقرفة ملهاش تفسير. عدي ولا تركز معاها، انت ركز مع الأحداث وخلاص. والفيلم أمريكي على صيني، بحيث نصه صيني على إنجليزي، وإنجليزي مكسر كمان لأن أبطال الفيلم مهاجرين. إنجليزي نص نص مشي حالك يعني. بس كل اللي شافوه أجمعوا على روعة وجمال وعبقرية الفيلم في ربط أحداثه وسرد فكرة العوالم الموازية والكوميديا اللي فيه. يعني من الآخر الفيلم يستحق بقوة مركزه ده، بس في منظر عري واحد تقريبا فواجب التنويه.